السلام عليكم ورحمة الله. اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير ومتجمعين دايما على خير. معايا النهارده اخر اخبار النادي الاهلي، ومعانا تشكيلة النادي الاهلي في نهائي كاس السوبر الافريقي. يلا بينا. اختتم النادي الاهلي تدريباته هنا خلاص وسافر للسعودية لمواجهة نادي الزمالك في نهائي كاس السوبر الافريقي، وكده هيتفضل له تمرينة وحيدة اللي هي الخميس، وبعديها على طول المباراة. اول الاخبار معانا وهو حكم مباراه النادي الاهلي والزمالك في نهائي كاس السوبر هو الحكم الليبي معتز ابراهيم، وهيبقى في تحفظ كبير من النادي الاهلي على الحكم الليبي بسبب مباراه سابقه للنادي الاهلي. معانا خبر تاني وهو خبر الكابتن مجدي عبد الغني. في بعض البرامج التلفزيونيه على قناه الشمس طلع وقال توقعاته على مباراة النادي الأهلي والزمالك في نهائي كاس السوبر، وقال إن النادي الأهلي هيكسب نادي الزمالك، وأنا راجل دارس فلسفة كويس، والمعطيات تؤدي إلى نتائج، والنتائج اللي هي إيه؟ اللي هي النادي الأهلي هيكسب نادي الزمالك، عشان النادي الأهلي أخد راحة من كاس مصر واللعيبة جاهزة فنيا. بالنسبة لرامي ربيعة وهو مدافع النادي الأهلي، وهو الفترة ديت بيقدم أداء جيد جدا، وهو المهاجم رقم 1 في النادي الأهلي والمهاجم رقم 1 في منتخب مصر. خبر تاني معانا الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي بيحذر اللعيبة والجهاز الفني من أي مداخلات إعلامية، بيقولوا إن أنتوا داخلين على موسم جديد ولازم تخشوا الموسم الجديد بروح البطل. طيب، تشكيلة النادي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كاس السوبر الإفريقي، وهي الشناوي في حراسة المرمى، 4 خط دفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية. قدامهم أكرم توفيق ومروان عطية، بيرسي-تاو وإمام عاشور وحسين الشحات، ومهاجم وحيد وهو وسام أبو علي. النادي الأهلي الفترة الجاية محتاج مهاجم قوي ينافس وسام أبو علي، مش يبقى بديل ليه. الماتشات اللي جايه للنادي الاهلي ماتشات قويه، وهيلعب مش اقل من 60 ماتش، وصعب يلعب 60 ماتش بمهاجم واحد بس. النادي الاهلي بعد مباراه الزمالك على طول معاه مباراه العين، واللي هي يعني جماهير نادي العين الفتره اللي فاتت ديت طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت ان احنا هنغلب النادي الاهلي هنا في القاهره، بس في المواجهه الموضوع بيختلف خالص. المباراة خلاص النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كاس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الساعة 9 بتوقيت القاهرة. بالتوفيق للنادي الأهلي. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبك الفيديو دوس لايك ودوس اشتراك لمتابعة كل جديد.